حد شايفني؟ قبل ما ابويا يسمعني ويقفشني. تعالوا يا حلوين، يلا بقى تعالوا. بالله عليكم حد شايفني؟ بالله عليكم. انت بتعملي ايه يا جمالات؟ يابا بتعملي ايه؟ شوف شغلي على الانترنت. انت فاتحه لايف؟ هي يا بنتي فلوس حرام. انت دفعت حاجه من جيبك يابا؟ امال مين اللي دافع؟ مين اللي دافع؟ بأمارة لما كنا بنروح السيد نشحت عباية بالجنة. نشحت ايه؟ بلاش نفضح. الناس بتتفرج علينا، عيب كده. نفضح ايه؟ ده انت فتحتي خلاص واللي كان كده. افضحتني؟ عيب. اهدي. انت ايه اللي خلاكي تفتحي لايف دلوقتي؟ الناس ذنبها ايه تشوف السحنه دي دلوقتي؟ الناس ذنبها ايه تشوف السحنه دي؟ ولا ايه اللي جابها من بيت جوزها؟ انت ايه اللي جابك من عند خليل؟ مش رجعناكي وصالحناكوا؟ اتخانقنا تاني. يخرب بيت سنين. يا بنتي واحنا مجوزينك عشان ايه؟ قولي لي. احنا متخوزين عشان متخوزين؟ انتوا متخوزين فعلا. ايه اللي رجعك تاني؟ قومي كده قومي كده، روحي على بيت خلال. قومي. انا متطلقة. انتي متطلقه؟ اه. طيب مبروك يا جمالات. استنى. السلام عليكم. الله يبارك. عسل البت دي. بتقول لك عسل البت دي. شكرا. ميرسي. ميرسي. جمالات. نعم. استني جايه بيت استني خليل امتى؟ استني اعمل لك الفيونكه بتاعتك يا بنت. قومي. 3 أشهر. 3 أشهر. دي شهور العده دي ولا ايه؟ 3 أشهر. شهور عدة الساعة. عده شهور الساعه. الساعه. طيب. ادي لطنط بوسه. تعالوا عايزينكم في كلمتين. بس. ايه؟ بس. معلش خليهم عليك، هما كلمتين بس. او 3 عادي يا جمالات يعني. قول لهم تعالوا. تعالوا. تعالوا هنعمل باي باي. ها يا جمالات، ما قلتليش ايه اللي جابك عندنا؟ أنا عايزة أكل في الشغل. هو انت يا تاكلي يا تاكلي اكل يا تاكلي نت. أنا باكل مية. مع السلامه. يا جمالات مش عاملين اكل النهارده يا جمالات. ليه يعني؟ ايه؟ ليه؟ لا مش عاملين اكل النهارده. روحي في بقى. بطيخ. ايه؟ بطيخة. في بطيخه؟ اه. لا مفيش. ليه؟ لا مفيش بطيخه. مفيش بطيخه. تضحك عليا ست القرشات. طلع عندهم بطيخة وحمرا. انت ايه اللي خلاكي تجيبي البطيخ من جوه؟ دي بطيختي أنا. بص اتفضل جابت ايه؟ ايه ده؟ ليه؟ هاتي. لعبة. لعبة ايه؟ هاتي بس. نفسي أشربها. طب هقول لك حاجه. طب انت واخده البطيخه دي ورايحه بيها فين؟ حبيبي خليني. طب هي البطيخه دي يعني انت قهوة. بتاخدي اكل مننا عشان تروحي بيها الخدمه؟ طب اصبري القهوه. طيب هاتي كده البطيخه دي، روحي يلا يا بنت على الخير. اقعدي كده اقعدي. انا هتصل بخليل دلوقتي يجي ياخدك على بيتك تاني. ايه رايك؟ شفتي يا طنط؟ هي طنط بتقول اصلا مفيش بنت بتعمل اللي انت بتعمليه ده. انت مش مصدقاني ورايحه تقري؟ البت دي مشكله، بس هو الجيل كله كده ما شاء الله تبارك الرحمن. هنفاجئ طنط دلوقتي. يعني انا بصي انا عايزاكي تتعشمي جدا 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 بجمالات. هفاجئك بجمالات دلوقتي. قول لها شكرا. شكرا يا طنط. تعالي نقرا الكومنتات من هنا احسن. محمود حامد. الله ايه؟ مش شايفه. الله ايه؟ شوف لك اهو. محمود حامد. الله الله انتوا طالعين طالعين لايف. لايف. تسلم يا استاذ محمود. خلاص احنا ما طلعناش حاجه، احنا لقينا جمالات هي اللي فتحت اللايف لنا لنفسها كده. تعالي طنط بتقول عليكي عسل. تعالي هقول لك تاني. تعالي. وطنط التانية بتقول عليكي عسل برضه. آسر. تعالي بس هقول لك كلمه. يا آسر. نعم. ممكن تجيب لي ميه بعد اذنك؟ حاضر. عشان عطشان. ممكن تشيل قدامي؟ طب احنا كده هنهد لا مفيش منه الكلام ده. بس كده تمام قوي. يلا آسر هات ميه لبابا. أنا جاي. مصدقنا ان جمالات مشيت. عسل والله. على فكرة أنا ما مشيتش. انت ما راحت فين؟
امال جمالات راحت فين؟ شكرا يا ياسر. انا عطشان قوي بصراحه، استنى. اهي دي جمالات. اهي دي يا جماعه جمالات. دي جمالات، اللي مش مصدق ان دي جمالات ده آسر ابننا. تمام. ادم وآسر انا مش عايزاكم معايا في القعده دي النهارده. حاضر. احنا اسفين بس القعده ديت بلس 18 وانتوا ما شاء الله يعني ما جبتوش ال. انا جبت التأثير. طيب اتفضل. تصبح على خير. محدش يخرج من باب الاوضه خالص. من عندي. ماشي؟ خليك معاهم يا احمد. يلا يا جماعه ولا لسه؟ احنا مستنيينكم يا جماعه. خد يا ادم. محدش يقدر يخرج. لا حبيبي يا صاحب السعاده. محدش يقدر يخرج علشان خاطر الكلام دوت مش سنه. طنط امنه بتقول لك معلش انا كنت فاكراك بنت يا ياسر. ما هي الحنكه بقى هنا يا استاذه. ان هو اصلا كل الفيديوهات اللي هو بيعملها بدور جمالات الناس فعلا مصدقه ان هو جمالات، زي ما حضرتك صدقتي كده بالظبط. بصوا انا فاتحه اللايف دوت. بصراحه في موضوع متداول على السوشيال ميديا والكلام دوت. الموضوع ده مش حبيبي يا ابو جنى. كملي كملي، ما احنا لازم نرد التحيه على الناس. تمام. الموضوع ده بجد بجد يعني مزعلني قوي بنام وبصحى مضايقني بصراحه. مش يعني مش هكدب عليكم. حوار هبه اللي هو منزلين عنه لايفات. رودينا ويوسف انتوا احسن اتنين في العالم كله، بس لما تكونوا بتسمعوا كلام بابا وماما. ربنا يحميكوا يا رب يا رودينا انت ويوسف. فانا بتمنى ان لو في اي طفل بيتفرج عليا، انا اولادي دخلتهم الاوضه. يعني بصوا ده طبعا من حقكم. بصوا انا اولادي جوه الاوضه بتاعتهم مقفول عليهم، لان ما ينفعش الكلام دوت حد يسمعه يعني اقل من 18 سنه. تمام. حبيبي يا عم مجدي يا فلسطيني يا اللي من اغلى البلاد على قلوبنا، منورنا طبعا. فالموضوع ده اكيد 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 كلكم عندكم خلفيه فيه. تمام. انا طلعت اللايف اللي فات قلت كلمتين علشان كذا حد هاجمني على ابني. كذا حد. ده مش راجل. ابنك بتطلعيه. حبيبي يا ابو جودي احنا الحمد لله بخير يابا. ما هو ده الحنكه. هي دي الحنكه انك ما تعرفيش آسر وجمالات. احمد إن هما محمد انا ما شخص كنتش واحد. اعرف ان آسر وجمالات واحد. لا هما الاثنين واحد. ما هي بس دي الحنكه إيه بقى يعني هي دي الفكره اللي احنا عايزين نوصلها لكم. هو ما شاء الله ان عليه آسر موهوب وجمالات اصلا واحد. يعني. هو موهوب ما شاء الله عليه، فاحنا حبينا ان احنا نستغل الموهبه بتاعته ديت يعني. طلعت بررت لابني، ولا ابني راجل وابني سيد الرجاله. انا ابني لو في غلطات العالم محدش ليه حق انه يعرفها. احنا ابوه وامه، احنا اللي نعرفه غلطه الصح من الغلط. مفيش ام او اب يفضح عياله. مفيش. ما ينفعش. اتكلم يا احمد. مين؟ صاحب السعاده عايزك في موضوع بعد اللايف. عينينا طبعا عينينا. هدخل اكلمك بعد اللايف يا صاحب السعاده يا استاذ مجدي. عينيا الاثنين. فطلعت بررت لابني. حتى لو ابني فوقيه غلطات العالم انا هطلع برر لابني. ده ابني يا جماعه. ما يسمحش ان حد يقول على ابني ان انت مش كويس او انت مش محترم او حاجات كتير قوي 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 قوي. ابني ده يخصني في تربيته. بمعنى اصح احنا اتوجعنا لما شفنا كومنتات مثلا سلبيه، وطلعنا بررنا في اللايف اللي فات. هو اللايف موجود ممكن تخشوا تشوفوه برضو. وطلعنا قلنا لا احنا بنقدم محتوى وفهمناكم يعني ايه اللي بيحصل وكده. وقلنا لكم ان اغلب الفيديوهات، ان كل الفيديوهات اللي انتم بتشوفوها ديت تمثيل، وناس كتير كانت فاكراها حقيقه، وناس قالت انتم بتتاجروا باولادكم. احنا لما سمعنا كلمه على اولادنا طلعنا ودافعنا عنهم. وما زلنا على فكره بنتشتم وما زلنا بنتبهدل. يعني الفيديو اللي احنا عملناه لآسر اللي هو ايه بتاع ايه؟ انهي فيهم؟ بتاع المتسول صح؟ تمام. احنا اتشتمنا على التيك توك جامد قوي. وهنا على الفيس واتشتمنا على الفيس. انتوا ناس تافهه. انتوا طب خلاص انتوا شايفنا فاضي وانت مشغول عادي، ممكن يعني تشوف مشغولياتك. احنا فاضيين عادي. هو مش فاضي يا جماعه. احنا بنناقش رساله مجتمع. بس
ايه انا زي ما فهمتكم، انا كنت ممكن اطلع اصطنع عليكم اقول لكم انا في مكان، لا احنا في منطقه شعبيه. المنطقه الشعبيه ديت بيظهر قدامنا الصور دي كتير جدا. المحتوى اللي آسر قدمه احنا بنشوفه كتير جدا. بنشوف الكبير بيعامل الصغير ازاي، بنشوف الكبير بيخلي الصغير شغال لحسابه ازاي. والله احنا يعني في حاجات احنا خايفين نعملها بجد بجد، انتوا تتضايقوا مننا. تمام من انا كتر مداري نفسي عشان السيجاره وانت جبتيني بالسيجاره. بص يا استاذ احمد، انا ماليش دعوه بكلام الناس، انا طالعه بكلمكم في موضوع بس انا بجيبها لكم الاول عليا انا. تمام. طلعت وبررت وعملت حاجات كتير قوي 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 قوي. ازاي ام يعني انا حملت فيكوا 9 شهور، ربيتك وخليتك راجل، ربيتك وخليتك عروسه، وانتوا الاتنين دلوقتي على اقبال جواز، ازاي تطلعي تفضحي عيالك؟ احنا بنتكلم طبعا على القضيه اللي هي المنتشره دلوقتي على السوشيال ميديا، اكيد كلكم سمعتوا عنها، اللي هي بتاعت استاذه هبه. هو طبعا هي تحترم يعني. بصوا هي ليها احترامها. المفروض اندهلك من غير القاب، بس انا مش طبعي بصراحه. لا هي ليها احترامها يعني. انت لما ضريتي نفسك وضريتي عيالك، ما ضريتيش حد. بس انت ضريتي نفسك وضريتي عيالك. انت ما تعرفيش اللي انت عملتيه ده، انت عملتي في ولادك ايه؟ انت ضيعتي مستقبلهم كده ضاع، بقاش فيه مستقبل. انت ازاي جالك قلب تتكلمي على اولادك اصلا؟ الكلام اللي انت اتكلمتيه دوت ارباح ايه وفلوس ايه اللي اضحي بيها مستقبل جيل كامل؟ ازاي؟ احنا بنقول لكم لما الناس كانت بتقول مثلا الفيديوهات فضا ومش عارف ايه وكلام، يعني اللي هو كلام عادي ما يدينش في حاجه، ما يدينش ولادنا في حاجه. طلعنا ودافعنا عن ولادنا، وكنا بنتكلم في اللايف اللي فات لو شفتونا كنا محروقين ان احنا حد جايب سيره ولادنا مثلا في حاجه، رغم ان هي مش حاجه مخله زي ما انت بقى انت طلعتي بنفسك وقلتي على اولادك حاجات مخله. طب ازاي؟ واللي غيظني في الموضوع الاطفال اللي قاعدين جنبها. انت قاعده جنبك طفل وطفله يعني 3 اطفال. ده غير لا واحده بترضع. قولي الصغيره مش فاهمه. لا مفيش. بصوا يا جماعه، خلينا متفقين ان مفيش حد مش فاهم. لا كله فاهم يعني معلش. اللي بترضع دي ليها احترامها في ودنها، ما اقولش في ودنها كلام وحش. معلش احنا واحنا حوامل يعني بنسمع كتير يقول لك ايه، شغل قرآن جنبه علشان يطلع الولد تقي. بص يعني كلمه بتتقال يعني، واحنا حوامل كنا نحب نسمع اطفالنا قرآن. تمام، عشان الطفل يطلع يعني يعرف ربه. طبعا كله كلام، بس احنا ماشيين على الدين. تمام. انت جنبك كانت طفله في متناول ال8 سنين، وطفل في متناول ال10 سنين، حاجه زي كده، وطفله بترضع. طلعتي اتكلمتي عن اخواتهم الكبار اللي هم قدوتهم، اقذر الكلام. احنا ايه؟ احنا عاوزين نكلمك مش عارفه. هخش على الكومنت. تمام. انت طلعتي فضحتي قدوتهم يعني اخواتهم الكبار. مش اي فضيحه، والله ما اي فضيحه. انت طلعتي تاجرتي في شرفهم. انت اتكلمتي عن اقذر حاجه في الوجود، ولا كانها علامات الساعه. اللي تطلع تقول، طب قولوا مثلا ايه الاب لو عمل كده. معروف ان الاب بيبقى فيه سنه ايه يعني جافه شويه، بيبقى قلبه شويه قاسي شويه عن الست. انما الست انا قلبي قاسي. مش قصدي قوي مش قصدي والله. انا مش بحس كده بص وكده. مش قادره اهزر لان الموضوع مضايقني. لا ما احنا بص، هو الموضوع رخم وكل قوي حاجه مضايقني بس احنا جدا. برضو احنا طبيعنا لازم نطلع نهزر ونضحك الناس ونفرح الناس اللي بتتفرج علينا الحلوه. بصوا احنا نتكلم في الموضوع وعايزاكم يعني تتشاركوا معايا الراي. تمام، لان انا جوزي بيقول لي انت مكبره الحوار قوي. لا هو كبير فعلا، هو فعلا كبير. احنا بنحاول نداري على اولادنا. احنا لو عيالنا فيهم غلطات العالم، بص بقول لكم ايه، يعني عيالي دول فيهم تباريح البلد زي ما بيقولوا، بطلعهم باحسن صوره. وما بنقبلش اصلا كلمه من حد على عيل من عيالنا. ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. كل راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صح بالظبط. بس ده المفيد. بصوا انا اتقالت لي كلمه اول ما طلعت على السوشيال ميديا، راجلك فين؟ راجلي اهو.
راجلي اهو وانا قاعده جنبه بكل احترام. تمام، راجلي اهو وانا طالعه كل متغطيه. اوكي معاك، يعني احنا مع، يعني اتكلم واحنا مع بعضينا هنرد عليك. ماشي، احنا كده كده بنرد على الكومنتات كلها، يعني بنحاول نرد على الكومنتات كلها. بس الفكره ان الموضوع ده يا جماعه يعني لو اتساب فعلا من غير ما يتاخد فيه حل، الموضوع دوت هيكبر، ومش هنلاقي هبه بس، ده احنا هنلاقي هبه واميره وعليا واسماء واسراء وناس كتير جدا. هو كده كده انتوا لو تلاحظوا اصلا الفتره اللي فاتت في حاجات كتيره قوي بتحصل جديده على مجتمعنا. بمعنى ايه؟ بمعنى بنشوف جرائم جديده علينا، بمعنى بقينا نشوف دلوقتي، طبعا انا مش عايز اقول اللفظ عشان ما ناخدش حذر او كده، تمام، بس بيحصل جرائم كتير قوي في مجتمعنا جديده علينا اصلا، يعني زي موضوع مثلا الله يرحمها نيره اشرف، والام اللي قتلت ابنها وطبختها. ما احنا مش عايزين نذكر الكلمه اللي انت قلتيها دي. لا عادي، لا مفيش منه الكلام، لا مش هيحصل حاجه. طيب. الام اللي طبخت ابنها ده، ايه ده؟ دي حاجات كلها جديده، احنا اول مره ايه ده يا جماعه ده؟ شفناهاش بس بامانه ان ام تطلع تتكلم بلسانها على عرض ولادها دي صعبه. انا شايف ان الاثنين واحد، يعني اللي طبخت ابنها ديت زي اللي اتكلمت على اولادها. صعبه لانها بنت، انت وقفتي حالها. انت اسمك ايه؟ انا ابو ادم، اخوك ابو ادم. احمد ابو ادم. انا ام ادم. روكا. من حقك انك تعرف، مش حضرتك بتتفرج علينا، يبقى من حقك انك تعرف. طبعا كل الناس اللي معانا في اللايف دلوقتي على مش عارف بصراحة. طبعا انتوا على دماغنا طبعا، بس انا مش عارف انتوا شفتوا الفيديوهات بتاعتنا ولا لا. يا بس رب يا يوسف انت ورودينا تنجحوا وتبقوا تجيبوا اعلى الدرجات، واشوفكم من المتفوقين، ويا رب يسعد بابا وماما بشهادتكم. تفوقوا وذاكروا كتير، وان شاء الله ان شاء الله هتبقوا من الناجحين باذنك يا رب، وتفرحوا قلب بابا وماما. بصي يا امنه، للاسف انا شايفه ان مفيش عقاب يعني بيتاخد جذري يخلي الناس دي تتعظ. تمام، يعني انا بفتح التيك توك انا بشوف كلام وبشوف حاجات، بقيت اخاف على ولادي يفتحوا التيك توك. انا ابني ادم او آسر لما بييجوا يفتحوا التيك توك لازم يبقوا قاعدين قدامي. مش معنى ان احنا مثلا ايه دخلنا في سكه السوشيال ميديا، احنا لسه صغننين على قدينا، هنكبر بيكو. يعني انا حابه ان احنا نكبر بيكو، مش ادهم، ادم. ابو ادم، ابو ادم، ادم سيدنا ادم. يا جماعه انتوا لو فكرتوا في الحوار شويه، هي لما طلعت هو اتقال ان قناتها اتقفلت والباسورد اتغير، ولما الباسورد اتغير الارباح اتوقفت. اوكي، ينعل ابو الفلوس على الارباح، على المكاسب، على السوشيال ميديا اللي يخليني اطلع اشهر بعيالي. انا قلتها لكم. هو في دلوقتي اشاعات كتير طالعه بقى، يعني ان هي اتقبض عليها وان طلع لها امر ضبط واحضار، وكل شويه دلوقتي حد برايي، فهي الله اعلم بقى اتقبض عليها ولا لا، طلع لها امر ضبط واحضار ولا لا. هي المشكله مش في كده، المشكله يعني حتى سمعه الاثنين اللي بس هم كده يعني اتقبض عليها ما اتقبضش عليها، اتحاسبت ما اتحاسبتش. انا شايف ان الولد والبنت اللي هي اتكلمت عليهم دول مستقبلهم كده خلاص. واتقال قبل ما نطلع اللايف على طول، شفنا فيديو ان هم كلهم مطبخينها. ما هو بصي هقول لك على حاجه يا مردينا، هي مش فارق معاها لان هي باصه لمنظور واحد بس. يعني هي اللي باصه لحاجه واحده بس، باصه للماني، هي باصه للفلوس، هي باصه اطلع اشهر كمان وكمان علشان اكسب فلوس اكتر. انا قلت لكم كلمه بس انتوا ما فهمتوهاش. انا قلت لكم انا ممكن اطلع افتح لايف انا وجوزي اتطلقنا، تمام، انا عندي جروب 35,000، تمام، الجروب ده انا لو طلعت كتبت فيه انا واحمد اتطلقنا، الجروب اصلا كده محدش هيصدق. لا هيتقلب بجد، لان هم عارفين روكا واحمد ايه. الحمد لله. تمام، احنا متجوزين بقالنا 13 سنه، وهو ابن خالي، وقصه حب 2 سنين، فيا جماعه ده عمر. تمام،
فانا ممكن اطلع اركب الترند شهره. انا واحمد اتطلقنا ليه يا جماعه؟ يعني نركب الترند او هوب نطلع مره واحده. ما هو اللي يطلع مره واحده ده هيقع على جدور رقبته. روكا حبيبتي بعيد عن الموضوع، انا بحبك قوي قوي وانتي عسل حبيبتي يا اسراء، روحي قلبي عمري حبيبه قلبي، وانا بموت فيكي. احنا بقينا في زمن كل الناس فيه ايه بقت فينا يكفينا شر الناس فعلا. بصي انا كنت 7 سنين في حوار جروبي، 7 سنين تمام. انا كنت بعيده عن السوشيال ميديا شويه، فيديوهات بقى والكلام دوت، ما كنتش مركزه. لما دخلت في موضوع السوشيال ميديا انا بقيت اشوف حاجات يا رب يبعدنا عنها، يا رب يا رب بجد. يعني اكفينا شر الحرام، اكفينا شر ان الواحد يمشي في سكه مش سكته. انت طلعت على مطلوع خليك عليه، اوعى الفلوس تغيرك، اوعى الفلوس تخليك تبص لمنظور تاني. يعني في حوار كده ان الراجل بيبقى مع مراته حلو وكويس جدا، اول ما الفلوس تلعب في ايديه هي اول حاجه يفكر فيها، بدل ما يسعد مراته ويعوضها عن سنين العذاب اللي شافتها معاه يروح يتجوز. بقى جزات المعروف الضرب بالكفر. يابا انا الفلوس لعبت في ايدي كتير يابا وما اتجوزتش ولا عملت. انا قلت لك انت مالكش زي، انا بريء ولا ليك مسؤوليه، بريء يا بيه وقلت لك بريء. انت ما تتقارنش صح. حصل. وطحينه بس طحينه من النوم، من نوم من عمري. عمر الحريري. حرير ولا صوف؟ ده صوف انجليزي. انجليزي. خلاص بقى الناس هتعرف كده طيب ان احنا ناس تافهه بقى. ما تيجوا نعمل فقره لسه جايه في بالي دلوقتي. ربنا يخليكم لبعض ويبعد عنكم اي حاجه وحشه يا رب. اللهم امين يا رب يا استاذه اسراء. تعالوا نعمل فقره. لا هي نخلص فقرة. الموضوع الأول. ما هو الموضوع بص هو كده كده الناس كلها عارفاه يا رب وخلاص الناس ده عرفت شر اللي الناس فيه. كله يا رب. احنا اللهم امين. لا انا بتكلم على رساله تانية تمام. ماشي مع فيها بعض إيه؟ الرساله هنقول لهم عشان هم يجهزوا. فيها ايه بقى؟ يا رخمه. تمام. عايزه ايه يا حبيبي؟ لا خلاص مش لا عايز. والله. طيب فيها ايه بقى؟ انت بتحايل عليا شويه طيب اجبري بخاطري. بعمل ايه طيب؟ الله. خلاص مش هنعمل فقره. السر بقى ان احنا نعمل فقره سيبني بقى آخد هو ده اللي فرصتي. ناقص. فالموضوع بقى يا جماعه في امر كده او الاقي سكر كده. يا خرابي يا ناس قلبي عمري حياتي قلبي، العملاء بتوعي اللي مشرفيني ومنوريني. فنزتها. مساء الفل مساء العسل، ربنا يوفقكم ويرزقكم ويسعدكم يا رب. اللهم اللهم آمين امين. يا رب. احنا كبرانين بيكم وناجحين بيكم وبدعمكم. احنا زي ما قلنا المره اللي فاتت احنا ما يهمناش العدد. بالظبط. احنا يهمنا المحبه انا لو بيتفرج عليا واحد بس حبيبني بس ان يعني احنا ما دي نبقاش بالدنيا. تقال على قلوبكم. بس انتوا فهمتوا انا عايز اقول ايه، مش هتكلم اكتر من كده. فنصيحه لكل راجل بجد، راعي ربنا في مراتك زي ما هي استحملتك في مرك كله، ما تستخسرش فيها الحلو اللي انت شفته، ما تستخسرش. وانت برضو راعي ربنا في جوزك. ايوه انت. بالظبط. يعني الكلام زي ما يخص الراجل يخص الست. بالظبط كده. الاتنين لو راعوا ربنا في بعض مش هيبقى فيه مشاكل، مش هيبقى فيه خراب. احنا دلوقتي اسهل حاجه بنسمعها الطلاق، اسهل حاجه بنسمعها. يعني الطلاق ده بتهيألي كانت موضه قديمه، دلوقتي بقت قتل. دلوقتي الراجل مش عايز يعيش مع مراته بيقتل، دلوقتي الراجل مش عايز يعيش مع مراته فيقتل ابنها، او ست تقتل ابنها عشان تعاقب بيها الراجل. كنت بكتب لك ان انت ما شاء الله ان شاء الله هتنجحي، ربنا يبارك. شايفاكي يا ام ردينا، شايفاكي. كنت بكتب لك تسلميلي تسلميلي. ايوه يا استاذه أيوة، حبيبه قناة قلبي يوتيوب. محمد، حبيب قلبي محمد ديت. عندها قناه يا بنات، آه. يوميات صفاء. يا ريت لو ندعمها برضو. عارفين الحلو ان احنا لو ندعم بعض هي دي الحلو. بس مش لازم، هي مش كل حاجه لازم يبقى قدامها مقابل او بالظبط. مصلحه او الكلام دوت. لا لا ما فيهاش حاجه. احنا اصلا ربنا خلقنا عشان نكمل بعض. وده وعد ما فيهاش حاجه ان احنا قدامكم. نكمل بعض. انا النهارده صغيره، كبرت اكتر زي ما انا لو اي حد عايز مني اي حاجه في متناول ايدي انا مش هتاخر. وبنات جروبي عندي في اللايف وعارفين روكا لما بتقول حاجه
بتبقى قدها، وحتى لو على رقبتها بتعملها. لا انا صفاء. ماشي يا استاذه صفاء. تمام يا أستاذة انا مع صفاء. يعني انا قريت اسم الاكونت، انا اسف طبعا انت على راسنا. فيا بنات يا فنزاتي، هي بتقول لك روكتي حبيبي القمر. ايوه ظهروا كده يا طب بنات انا ماليش جروبي. فانزات ولا ايه يا جدعان؟ اظهروا يا بنات جروبي. فانزات. تصدق يا احمد الحوار ده حلو في ايه بقى؟ ان احنا نطلع تحدي. اوكي. لا مفيش فقرات، احنا طالعين نتكلم في موضوع مهم دلوقتي بس كده. لما نتفادى لا انت قلت من شويه مفيش فقرات، انا بحترم كلامك. ايوه بس ايوه كده. ايوه فهمت خلاص يا جماعه، خلاص يعني انا عارفه ان انا ليه بس. فنزات اكتر. انا عندي فقره وكنت مش عايزه هقولها احرجه وكنت خلاص هفرح يا الناس جماعه، مش الحلوة. عايزه احرجه. انا كنت هفرح خلاص مش عايزة الناس، انت أحرجه. مش عايزه تفرحيهم والله العظيم انا حبيتكم ايه من حاجه. من غير حاجة. تسلمي لي ويسلم لي ذوقك، تسلمي لي بجد. ايه ونفسي الناس تكبر. يا رب يا رب يا رب يا رب. فهنتكلم في ايه؟ احنا ما شاء الله اتكلمنا في 900 حاجه. وما في يعني احنا اصلا طالعين عشان نتكلم في موضوع واحد بس وما كملناهوش، وفتحنا 900 موضوع وما كملناش منهم ربع موضوع. خليك الكبير كده اهو، خليك الكبير. خلي وانت قلبك فعلا يا ابيض أحمد نقول التيشيرت الكبير. اللي انا لابسه صح كده. خليك انت الكبير خلاص. خلاص بقى؟ ماشي. رودينا ويوسف يا رب تنجحوا بس كده. على جنب بقى، على جنب. امشي. لا ادعي لهم على جنب. لا ما هي عشان يسمعونا، ما هي كانت عايزاهم يسمعونا. ف الموضوع بجد اللي انا طالعه بتكلم فيه هو حوار هبه. بجد يا جماعه الموضوع ده يعني انا مش عارفه اقول ايه. انا اللي عايزه افهمه دلوقتي هو اتقبض عليها ولا لا؟ لا ما هو دلوقتي بص، كل حتى لو حد قال لك ايوه وحد قال لك لا، هو كل اللي داير دلوقتي اشاعات. بس انا اللي عايزه اعرفه بجد انا هرتاح لما يتقبض ما عليها. فيش جريده رسميه نزلت خبر ان هي اتقبض عليها. هل بقى الموضوع متدبر؟ هل الموضوع متطبخ؟ هل الموضوع هم فبركوه مع بعض، فهو قاعد في اوضه وهم قاعدين في اوضه عشان يرسموا الامر؟ يعني في فيديو طلع دلوقتي شفته انا واحمد. الفيديو ده ظباط بيهجموا على البيت ومش، طب ما انتم لو قبضتم عليها هتجيبوا ان انتوا قبضتم عليها. هو ده كله، هو دلوقتي كله ايه؟ كله ليه عند القبض بيفبرك. ليه عند القبض السكه اتقطعت؟ لا هو ده اللي انا بقوله. هو دلوقتي كل اللي هيطلع الفتره ديت اشاعات لغايه ما يبقى في خبر رسمي كده تم القبض او ما تمش القبض، او في حاجه قانونيه تقدم ضدها او لا. بصي انا هقول لك كلمتين يا استاذه هبه. يا رب يدور الزمن ويلف الزمن والكلمتين دول يقعوا في طريقك. انت لو عملتي الحوار ده نتيجه شهره، او كنت زعلانه منهم شويه، او هم اذوكي، او انت هتندمي ندم عمرك. ولو الدنيا اتلفت لفتها عمرك ما هتقدري تغيري اللي حصل. بس انتظري ردة الفعل. انت عملتي الفعل، انتظري ردة الفعل. ردة الفعل هتزعلك وهتزعلك قوي قوي. قولي اطفالك لو كان شو. اسراء بتقول لك استاذ احمد حضرتك اخ عزيز لينا، بس روكا حبيبتنا وجوه القلب. طيب اديني بقيت ماشي اخ. الحمد لله الحمد لله ليا ناس بتدافع عني، الحمد لله. انتي نور عيني، انتي الحمد لله. نور عيني. عارف أخ. انت عايز مين؟ على فكره انا اخ عزيز. عارف انت عايز مين؟ أنا أخ انت عايز عزيز. عليا الاء. انا اخ عزيز. انت عايز الاء. الاء مين اللي بتقول يا لك؟ عمو. يا جدو. حبيبه قلبي يا اسراء، ربنا يخليكي ليا يا رب. فعمرك الحوار ده ما هيتغفر نهائي ولا هيتنسي. فكرتي ان بنتك هتتجوز ازاي؟ طب فكرتي ابنك لما يخش يتقدم على الناس هتبص له ازاي؟ ما هو بصي يا مردينا، هي الفكره في حاجه. هي الفكره ان الولد والبنت طلعوا اتكلموا. ما هو الفكره وغير كده وكده. والواد عمال يضحك. لا هو كده الولد والبنت لسه مش مستوعبين. لا الولد في جامعه
أيوة بس- البنت في ثانوي. ايوه هم في جامعه وفي ثانوي، في ناس بتبقى في جامعات وفي ثانوي وفي ناس بتبقى مخلصه بس عقلهم مش ناضج. انا مش بقلل منهم على فكره، بس انا حسيت من اللي انا شفته ان هم مش مستوعبين اللي حصل او بصراحه انا اللي حسيت منه ان هو الموضوع متفبرك ما هو انا كمان لما حسيت. شفت الولد والبنت اللي هو عادي بصراحه. ومفيش بس أي ده حاجة. غزني اكتر. يعني عارفه الاول كنت شايفه ان هم ليهم حق على كده عشان أنا واخده الكاميرا لوحدي. الاول كنت شايفه ان الولد يا بنت والبنت بتتكلم ليهم على حق. العريس الصغننه ادم واسر. فين الامارات؟ الامارات جوه عشان ما ينفعش يسمعوا كلام زي ده. احنا حابسينهم جوه في الاوضه يعني ومعذبهم. ادم لما بيلاقيني مشغله الفيديو بقوم قافلاه، بيقول لي ماما ايه الحوار اللي شغلك ده جامد قوي. اقول له يا ادم موضوع اكبر من سنك على فكره، ممكن يبقى اعمل لك عاملين كده عشان الشهره. ما هو ده اللي ما احنا هو بنقوله. ما هو ده اللي اتقال. ما هو في ناس فعلا طلعت قالت ان هم هي واولادها متفقين ان هي تطلع تقول ما كده هو ده كارثه. عشان يطلعوا ترند والكلام دوت. بس يعني حتى يعني هو لو فعلا هم متفقين ده كده الكارثه اكبر. انت يا ريت متفقه مع عيالك ان اه. انت تقولي عليهم كده عشان ايه ده يا جماعة؟ وطالعه تقولي اصل جوزي بيقول ان انا كان ليا معرفش ايه مع بس واحد والخ ايه ده. ما ينفعش. وبعدين انت ايه واحده ده؟ طالعه بتقول هي حامل دلوقتي وبتقول انا مش عارفه انا حامل دلوقتي من طليقي ولا من جوزي الجديد. ما قالتش كده، لا خليك دقيق. انتوا كلكم بتسالوا ده ابن طليقي ولا ابن جوزي. طب واحنا من ابن طليقك ولا ابن جوزك؟ مش يعني يكفي ان انت اللي تعرفي انا حامل مش حامل. لو انا حابه اقول لكم ان انا حامل، حابه مش حابه دي حاجه تخصني. ما هو يا جماعه بصوا، انا دلوقتي مثلا طلعت على السوشيال ميديا، اوكي، انا قلت لكم في بدايه الامر انا مش حابه اعرض حياتي كلها عليكم لان انتوا مالكوش ذنب. يعني انا لما اطلع افتح لايف وبناكل وبنشرب وبنضحك انتوا مالكم؟ طب انتوا مالكم؟ مش قصدنا مش انتوا قصدي مالكم إن احنا بنغلط. لا يعني ما احنا كده افرض في حد هيشوف الفيديو مثلا واحنا بنعمل اكل ولا الكلام دوت مش قادر يجيب نفس الاكل اللي احنا عاملينه بالظبط. يبقى احنا كده هقول لك كسرناه يا وجعنا له سبيله، قلبه. هقول لك حاضر. انا دلوقتي مثلا سي انا دلوقتي حاطه اكل ب 20,000 جنيه، ب 100,000 جنيه، ب 100 جنيه، ب أيوة 200 كده ماشي، جنيه، اه ب كده. 400 جنيه. لا 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 لا، في ناس طالعه بمبالغ. بس 20 انا ايه ده؟ ب 20,000 جنيه ايه ليه ده؟ يعني؟ طيب لما واحد يقول لك اصل انا رايح ما اعرفش اجيب ايه والاكل ده كلفني 5000 جنيه. ماشي 5000 اوكي، لكن 20 و100 يا احمد ما تقولش كده. يعني ما تمام. ايه 5000 جنيه؟ 5000 جنيه في طقه ليه؟ بصوا هتقولوا مثلا ممكن تقولوا عليا معفنه، ممكن تقولوا عليا ان انا بخيله، بس ال 5000 جنيه يا جماعه في ظل الظروف اللي احنا فيها مبلغ. انا شايفه مبلغ. ايوه ويعيشوا اسره ممكن يعيشوها شهر مثلا. هقول لكم هو ايه مش الموضوع. مش هيبقى شهر رفاهيه بس يعيشوا اسره يعني اسره شهر. بصوا انا فات عليا الوحش قوي قوي، ظروفنا دي كانت تحت الارض الحمد لله. وعدى علينا ظروف ناس غيرنا كتير تحلم بيها، تمام، بس عشنا عيشتنا. الحمد لله. سلمت قيمتك يا ام ادم. هو قال من فلسطين. تسلم. مش فاهمه اللغه بس تسلم. يعني هو كده بيشتت يعني انت فيا. قيمتك عاليه يعني مهما تسلم. ما تقلليش من يعني انت تسلم. قيمتك عاليه. اللي هو الواحد كل بجنيه زي كلب 2 جنيه زي كلب 100 زي كلب 5 زي كلب 10. ما تبعت لنا شويه زيتون من غزه يا عم مجدي، الزيتون بتاعكم حلو. فليه اطلع اجيب، ليه اتفشخر، ليه؟ ما انا اراعي الناس اللي بتتفرج عليا. طب ما انا اراعي ظروف المجتمع اللي متحوط بيه. في ناس مش لاقيه تاكل. هتقولي اللي مش لاقيه تاكل دي فاتحه نت؟ انت ايش دراكي فاتحه نت ازاي؟ معلش انا اسف في الكلمه دلوقتي، يعني الشحات في الشارع دلوقتي معاه موبايل حديث عادي بكارت فكه هيفتح نت. بالظبط. مش هنضحك على بعض. كارت إحنا ب مالنا؟ 11 جنيه هيفتح نت. يا ستي احنا مالنا؟ دي بتاكل ايه، بتشرب ايه، فاتحه نت ازاي؟ راعي شعورها، راعي. هي مش ذنبها حاجه في الحياه انها قاعده بتتفرج عليكي، هي مش ذنبها حاجه. على فكره انت لما بتعرضي حاجه زي كده هي ممكن تقوم تعمل مشكله كبيره جدا مع جوزها، اكلني هتكره عيشتها. هات لي زيهم. اشمعنى؟ ما الناس عايشه اهوت، امال احنا مش عايشين ليه؟ بالظبط. ايوه مش بيعملوا كده؟ بيعملوا كده والله. اشمعنى؟ هيتفهم غلط. مين اللي يفهم؟ انت بضحكتك دي والله. لا هم عارفين ان احنا، ما هم لسه ما يعرفوناش. ما هو اللي بصوا اللي ما يعرفناش اتعودوا مننا كده. واللي يعرفنا يعرف اللي ما يعرفناش.
وارنبنا في منور انور، وارنب انور في منورنا. انت عايز بابا يا ادم؟ جاي لك يا حبيبي. فيا جماعه يا ريت نراعي ظروف الدنيا، ظروف البلد. انا قلتها لاحمد كلمه، والله لو يقدروا يعني يخلوني امسك البلد دي يوم بس، اكيد ده كلام، اكيد انا مش هقدر اعمل كده، بس على اللي انا شايفاه. انت بتهزري؟ وانا صح، ما انا بقول انا مش هقدر، انا عارفه نفسي. بس طب خلاص بقى، تمسكي بلد ايه اللي تمسكيها؟ منور. مش هتمسك مش حاجة. قصدي مش قصدي اعتبرني بتهزر يا جماعه. بس والله يا جماعه انا بشوف حاجات بعينيا، حاجات وحشه قوي. يعني احنا كنا خارجين انا وجوزي وبنتعشى بره، يعني لما الاقي واحد بياكل ولاقي واحد قدامه ظروفه على قده والكلام دوت، والاقيه يديله ربع الساندوتش، لا ويدوله بطريقه اخر شياكه. ما تديهوش فضلتك، يعني هو مش محتاج، هو مش حيوان عشان ياكل اخر فضلتك. شياكه. يا تجيب له يا ما تجيبلوش، بس دي وجهه نظر. هو طبعا كل واحد على قد مش قادر تجيب يا عم خلاص ما تجيبش، لكن انت كده انا شايفها اهانه دي، يعني انت بتديني بقى هو هياكلها لانه جعان، بس انت هنته تقبلها على نفسك. زي ما انت اكلت اكله. يا ممكن اكون مكبره الحوار، مش قادر ما تعملش، ممكن اكون انا مكبره الحوار. خلي بالك من كلامك، انت بتشوف الفيديوهات سامعه، واخد بالك؟ بس ركز بقى، خليكوا شاهدين معانا ان احنا كنا بنهزر. بس يعني عشان لو اتسحب روحي في الباب بتلبسوني. احنا قصدنا هي كان قصدها لما بتقول تمسك البلد يوم، هي قصدها تمسك البلد لحسن يعني تبقى ماسكاها عشان ما تقعش يعني وكده، يعني اي كلام بقى بيتقال. هو مين اللي كان قاعد من شويه بيقول لك مش انت، دي جمالات هي اللي قالت كده. تعالوا خدوها، جمالات عايزه تترشح نفسها تعالوا خدوا جمالات بس كده. يعني انا ما قلتش حاجه، بس انا واحده بتعالج يا جماعه وصاحبه مرض يعني. بس انا قلت لك ايه ده، هو الجو حر ليه؟ انا قلت لك نعمل فقره، انت اللي ما رضيتيش. خليكوا شاهدين، انا قلت نعمل فقره هي اللي طيب خلاص اعتبروني ما قلتش اي حاجه. بلد ايه، والبلد دي احسن بلد. لا هي كده احسن بلد بغض النظر عن الهزار، يعني مفيش فلوس. لا في فلوس، الفلوس مش عارفين نوديها فين. يعني الحمد بجد لله بجد. انا كل يوم بقوم من النوم بلاقي تحت المخده فلوس. ايوه اهي شاهده، مش انت تقومي تحت المخده تلاقي فيها فلوس؟ ايوه وانا كمان. ايوه. فيا جماعه يا ريت نراعي شعور الناس شويه، يا ريت بجد. انا طالعه دلوقتي يعني كل ما افتح في التيك توك الاقي ايه، دي طالعه بتتفشخر على دي، ودي طالعه بتعلي على دي، ودي طالعه بتعلي على دي، ودي طالعه بتعلي على دي. اصل دي جابت ما اعرفش ايه، لا انا جبت ما اعرفش ايه. لا على حسب نيته على فكره، ممكن ما يحصلش يعني. لا الطريقه كانت وحشه. لا ما احنا بنتكلم على الطريقه اللي ادى بيها، احنا مش بنتكلم. خلص انت وهو عايز. احنا مش بنتكلم على الكميه او قيمه الحاجه. لا ما هي ممكن الكميه دي تكون معاكي بس تعمليها بشكل لطيف. بس هقول لك على حاجه، انت دلوقتي نفسك في كوبايه قهوه وانا بشرب قهوه، هي وديت اخر تلقيمه قهوه عندي في البيت مثلا. انا شربت القهوه وخدت مزاجي منها وخلاص وعدلت مزاجي، ورحت مديكي بقى بقيت نص الكوبايه ديت، انت هتاخديها بايه؟ باهانه. نفس الكلام، هو زي ما انت بني ادم هو بني ادم. دي وجهه نظري، وطبعا وجهه نظر حضرتك تحترم طبعا وعلى راسي، بس انا من وجهه نظري انا لو هعمل خير، انا شايف مثلا واحد جعان في الشارع ومعيش ان انا اجيب له، يا اما ما اجيبلوش، يا اما اديله الساندوتش كله على بعضه. لا انا هعرف اتصرف. احنا هنعرف نتصرف، بس اللي يخليني اجيب ساندوتش هقدر اجيب ساندوتش غيره. بس هتقولي لي معيش فلوس، بس هو ممكن ينام من غير اكل. هو هياخدها وهياكلها، ما هو جعان. بالظبط. بس انا بتكلم على الوجع اللي حاسه، على الاهانه اللي حسها. انا مش بقول للناس ما تعملش خير، لا اعمل الخير، بس اعمله انت بتعمل الخير ده لربنا، يعني تقدم احسن حاجه لله. ده اللي وغير كده وكده يا ريت قبل ما تعمل خير اعمله في اللي يطبق على نفسك. ازاي يا روكا؟ يعني هقول لك ازاي. يعني انا مثلا دلوقتي لو حد انا طلبت الريموت وحد اداهولي في وشي انا مش هقبل، بس لو اداهولي بشياكه هقبل. بقى انت ايه ده؟ تمام. على فكره انا مش تخينه، انا كلي على بعضي قد كده، ولا انا تخين. ما انا حاسه برضه، ما انا حاسه مش تخين خالص خالص. انا كلي بص. هو انت ليه مصدره الكاميرا على كرشي؟ يعني عايزه تستفادي ايه ده؟ على فكره الراجل من غير كرش ما يسواش قرش. ماشي، بس انا مش تخين. الكرش اسود. انا مش تخين يعني اهو، مش تخين. خلينا نكمل بقى مع الناس بقى. كملي يا ابني عيب يا ابني. خلاص. بص اتفضل.
اتفضل. لازم اعمل كده. استفدت ايه بقى؟ استفدت ايه؟ انا قاعده، انا لو كان عليا كنت اقوم اضرب صاحب المكان. بصي انت قلتي ايه؟ شفتي انت قلتي ايه؟ يعني هي الفكره، هات بقى عشان هنا الكومنتات واقفه. انا كمان بنام بس بلاقي، بص بيقول لك انا كمان بنام بلقى كنز مش فلوس. ايوه. يا حبيبه علي، شفتي انت قلتي ايه؟ يعني انا ايه انت، هي حلوين والله. على تسلم. راسنا طبعا، عيونك اللي حلوين يا باشا. انت بتقولي هات لنا بس زيتون من ام فراس والنبي. ام فراس بص عليها شويه زيتون عجب. ام فراس ديت انا مش عارف هي لسه عايشه ولا لا، كانت ست كبيره لما كنت في الامارات، كانت بتعمل شويه مخلل يا بنت، فلسطينيه هي. مش عارف هو عارفها، هي مشهوره، مش عارف بقى هو عارفها ولا لا. انت غيرتي من ام فراس؟ ما اقدرش غير، حبيبي والله. خلاص موضوع عدى عليه سنين. مم. فبصي انت قلتي انا كنت في كافيه، كنت هتقومي تضربي صاحب المكان. طيب هو ليه دايما اللي معاه قرش بيقعد يتنطط على خلق الله؟ ليه؟ ليه؟ ليه ما تحطش نفسك ان ممكن ربنا يسحب منك كل ده في لحظه؟ هو انت اكبر من ربنا؟ استغفر الله العظيم. لا انتوا مش اكبر من ربنا. ربنا عمال يقول لك خد خد، عبي 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 زي ما انت عايز، بس يوم ما هتقع هتتحاسب حساب الملك. يمهل ولا يهمل. راعوا شعور الناس شويه، حسوا بالناس شويه. بعد الغلو اللي احنا فيه ده، الناس طلبت رجول الفراخ غلتوها. والله. خلوا الكيلو بكام؟ 35 ب 40 جنيه مصري. حرام والله. رجول الفراخ اللي الناس كانت بتبوس ايدينا ناخدها. لا وعلى شرط، هم قبل ما يغلوها هم قعدوا يطلعوا فيها، قال لك دي فيها قيمه غذائيه وفيها بروتين وفيها مش عارف بص ايه وفيها في موضوع وفيها وفيها. في موضوع كده، الموضوع ده بجد زعلني قوي. كنا في رمضان ونازله اجيب فراخ وكده، وانا بجيب الفراخ لقيت واحده بتقول انا عايزه ورك. فعلا والله فعلا صح. عايزه ورك براحتك. فوهي بتطلب الورك بتقول له ممكن تحط لي رجلين مع الورك. راح قال لها ايه بفلوس يا مدام. قالت له ماشي، يعني الرجلين دول هيقطعوا قد ايه؟ قال لها نوزنهم ونشوف. حط الرجلين على الميزان، قطعوا 15 جنيه. الرجلين قطعوا 15 دي جنيه. ولا ايه؟ يا واد هم بيعملوا رجول بتاعت الديك الرومي والكلام ده. الرجلين قطعوا 15 جنيه. فبتقول له انا معيش غير حق الورك، طب ينفع اخدهم واعمل الفطار النهارده وبكره اعدي عليك؟ انت عارف ان انا باجي لك كل فتره باخد منك الهياكل كده. انا بص متخيل الرد من قبل ما تقولي، قبل ما تكملي. قال لها يا مدام دي فلوس ناس كده. قالت له تشكر، مش عايزه اي حاجه، انا عايزه الورك. فانا الست يعني اللي هو ايه، الست خدت الكلمه فقاعده على المصطبه في يعني هو في المحل في عاملين زي مصطبه كده الناس تقعد عليها، تمام. فوانا قاعده فبقول لها والله مبقاش في رحمه والكلام ده. قالت لي عارفه يا بنتي انا جوزي عاجز بقاله 4 سنين ما بيتحركش، وانا بشيله بحط فيه، وكل ما ربنا بيبعت لي فلوس بنزل اشبرقها عليه. قلت لها هو انت وهو بس؟ قالت لي قلت لها ما فيش اطفال والكلام ده؟ قالت لي لا انا زوجه تانية. قلت لها انت ايه؟ قالت لي انا زوجه تانية. قلت لها زوجه تانية؟ قالت لي ولما الزوجه الاولى عرفت بمرض جوزها رمته. طب سؤال بقى، هي كانت متجوزاه من قبل ما ما اعرف، ما انا مش هخش في تفاصيل. ماشي. ايوه ما انا مش هخش. انا عايز اعرف. طيب بص هقول لك على حاجه، هي اللي بتحكوا لي انا مش هقدر ان انا اناقشها. هي واحده دلوقتي عندها كبت بتخرج. طب ابعدي بعيد عشان الكابت ما يجيش في وشك. ما هو انت ما ينفعش في الوقت ده مش قصدي تناقش، انت بتاخد عشان تخليها تخرج شويه عشان تقدر تكمل في الحياه. ايوه فاهمني. قلت لها تمام. طب وانت بتعيشي ازاي؟ قالت لي بصي مفيش حد يا بنتي بينام من غير عشاء، ربك بيرزق النمله في جحرها.
مش هيرزق البني ادم في بيته؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو في كده؟ طبعا ما حدش ليه فيه انه ايه اللي انا عملته او ايه اللي انا ما عملتوش، لان اللي هقوله لو انا عملت يبقى انت طالعه بتقولي ايه وبتجري ما حدش ليه انه يعرف، لان ده بيني وبين رب العالمين. لان هيتسال لي سؤال هتقولي طب وانتي كان رد فعلك ايه؟ لا، كان رد فعلي بيني وبينها ورب العالمين، ما حدش تالت يعرفه. تمام؟ بس لما انت اتكلمتي على الخاص احنا اللي جبتيه منك، حسبي الله ونعم الوكيل بجد. حاضر عيوني يا عم مجدي. فبصوا الست موقفها عامل ازاي، بس عزة نفسها كانت كبيرة قوي. في ناس معاهم ملايين وبيوت واساتذة في الشهادة. لا في ترند طالع اليومين دول الورقة. واحده ماسكه ورقه انا مش شحاتة، انا مش شحاته بس انا عايزه اتجوز، انا مش شحاته بس انا بس انا عايزة تلاقي. اتفسح، وانا مش شحاتة بس عايزة عربية BMW تفسحني مثلا. طب ايه؟ طب انا مش شحات بس انا مش عايز حاجه. عايزة ايفون برو ماكس. لا انا مش عايز حاجه. لا انا عايزة فون. لا انا الحمد لله ربنا غنيني. ما انا هو مش أنا مش شحات شحات. بس انا غني. الحمد لله. بس بس غني كده. بعزة نفسي، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. غني دايما بان اللي بيتي محتاج كامل. اللي محتاج دايما هتلاقي عنده عزة نفس. بس. انما البجح دوت ده واخدها شغلانه والله سهلة. اعلم برضه. حاجة وانا ما سهلة. دخلتش في قلوب الناس بس انا بتكلم بحكم خبرتي ايه في الحياه وكده. وخلي بالكوا هو الحوار ده ما بيجيش كده، هو بتيجي معاه بالصدفه، ضربت معاه يلا نكمل. مشي فيها بس خلاص. تمام. بصوا احنا سننا صغير جدا، يعني مش جدا، مش يعني بيبيهات يعني. مش بيبيهات، بس سننا صغير على كلامنا الكبير ده. بس تمام؟ احنا شفنا كتير احنا بدأناها من الصفر. الحمد لله ومن تحت كمان والله. انا شوية. متجوزه وانا عندي 18 سنه، حصل. يعني متجوزه طفله قوي، صغيره ما انت جدا. لسه طفل اهو. ثانك يو بيبي، ثانك يو داري. امشي بدل ما اديكي بالفيروسول. لما بدأ يقوم اعمل كده، والله اديله واحد. لا اديهم واحد هات فلوس زي ما بتعمل. هات فلوس. لا وريهم كده والنبي وريهم. انت جوزي خلاص منك وعلينا وعلينا، يعني هم مالهمش ذنب، ممكن يعملوا بلوكات في الحياه، مش كفايه هم عليها. لما احب انزله من البيت، تمام، عايزه بقى حمله تنظيف والكلام دوت، اقوم عامله لك ايه؟ قول اعملوا لهم كده. لا ما اقدرش اعمل لهم هات فلوس وتروح محولك كده. اعملها لهم ما اقدرش في زيتي. ايوه. يا لهوي استنى، متجوزه انا عندي 28 سنه وحاسه لا اتسرعتي. لا انت ازاي تستعجلي كده اصلا وتتجوزي وانت عندك 28 سنه؟ انت بتهزري؟ وفي حد يعمل في نفسه كده؟ ايه ده؟ ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ مش تفكروا قبل ما ايه ده يا جماعه؟ هقول لك انا اتجوزت ليه. اتجوزت لاني ابويا وامي ما كانوش يعني لاقيين ياكلوني بصراحه. تمام. على فكره اللي انت بتقوليه ده غلط. والله اللي انت بتقوليه ده غلط. والظروف كانت معانا صعبه جدا. لا هيصدقوا. بقى خليني بقى هيصدقوا والله. احمد، خليني اقول الكلام بصراحه. هو كده صراحه؟ بص والله بتكذب. كم عمرك يا ابو ادم؟ 40 سنه. وانا مش هكدبك. حقيقي 47. احمد عنده كام سنه؟ انت عندك كام سنه؟ 37 سنه. 37 سنه كرماك اهو، بيلعب في العشرينات يا جماعه. اعمل ايه طيب كده خلاص. بصوا بقى، يعني انا اتجوزت ازاي يا نورهان؟ انا اتجوزت 18 سنه لان ابويا وامي كان عليهم اقساط وديون كتير جدا جدا فوق ما تتخيلي. انا صدقت والله. وجي علينا الوقت ابويا يعني بدأ يمد ايده. على فكره عيب اللي بتقوليه ده. سيبني اعمل زيهم. لا احنا مش كده. بجد كام عمرك؟ 37 سنه. مين ده اللي 37؟ انت ليه كده ليه؟ كام يا 36 ونص؟ لا برضو والله كده. 35. ايوه كداب والله. 35 بقالك 3 سنين. ده انا لسه هتم ال 35 والله. كمان؟ والله مش عارفه عمري. هسكت. وانت يا ام ادم كام عمرك؟ انا كام؟ 29 بالظبط. والله شهر 11 هتم 30 وحياة امي.
ما هو يا ابني امك اللي انت عماله تقولي مش لاقيه تاكلك دلوقتي، ها؟ ايه؟ ها؟ ما امي بقى خلاص بقى طيب. سيبها بقى، يا رب يفك حبسها. انا هسكت. هو عامه ما فيش حد، يعني ما فيش حد بيسال ست انت عندك كام سنه، دي قاعده في العالم. لا والله 29 سنه. بتحلفي؟ والله 29 حلفت سنه، تاني؟ والله ده كذاب. طب احلفي تاني كده. والله 29 خلاص سنه. صدقتك خلاص. استنى فاسمه ايه دوت. استنى بقى. تعالوا بقى عشان هي عايزه تعرف انا اتجوزت ازاي. فجت مامتي طلبت كارد، والكارد لما طلبته ما عرفتش تسده. هوب لقينا الحكومه بتخبط على الباب. خدوا مني، ولما عرفوا ان امي ابويا لسه عايش على حياه الدنيا يعني جم خدوه كمان. لا اله الا الله. فامي خافت عليا، لا اله. اصل احنا 5 اخوات وما عندهمش غيري. تمام. لا انت ما قلتيش انت عندك كام سنه. لا انت قلت قالت انا متجوزه 28 سنه. ايوه انت قلتي متجوزه 28 سنه بس ما قلتيش عندك كام يا سنه. بختك بيه جوزك. اتفضلي. تسلمي يا قلبي، تسلمي لي. فلما جينا بابايا اتحبس ومامتي. على فكره احنا هنلاقي الباب ده بيترزع علينا دلوقتي وهناكل علقه انا وانتي، ومش هدافع عن نفسي ولا عنك، بس كده. انا بقى بس بتكذب والله يا جماعه، كل اللي بتقوله ده كذب. بابا بس اتصل باحمد، أيوة. طلب من الحكومه انه يعمل تليفون لاحمد. اتصل بيا وانا جيت دفعت الكفاله ودفعت الديون اللي عليهم كلهم واتجوزت البت دي. ما كانش معايا مش هي دي القصه؟ ما كانش معايا فلوس بقى، انا كنت فقير ساعتها. ما كانش معايا. تصدق احنا نعمل فيديو بالموضوع ده؟ اصبر بقى يا احمد بقى، والله. ما انا عماله ارتبه عشان ابقى اطلع بيه فيديو. طيب روكا حبيبتي من هو قلبي عمري كله قلبي ماما حبيبتي يا لوده اهي. خلود دي شافت بابايا ومامتي وهم بيتجروا على الاسم. يا بنتي حرام عليك. يا حاجه انا بدافع عنكم اهو، هي اللي بتقول كده بس. فبابا خاف سلم اتصل طبعا. باحمد وقال له تعالى سلم أنا وتعبان. عايزك. فاحمد راح له قال له يا ابني انا مش عايز غير حاجه واحده بس، انا ولا عايز فلوس ولا عايز حاجه، انا عايز تستر بنتي. شهر بالعدد الاقيك بص مكلفه وروكه كده ومتجوزه. وانا بقى اشتغلت حرامي، وفي شهر بالظبط رحت مجمع ثروه. لا ثروه ولا أحمد ثوره؟ لف على عيلتنا كلها بقى يشحت منها. بقى كنت بقى شحات. يشحت منها عشان يتجوزني. فلمينا نفسينا مين تتحبس. معلش النت فصل. يعني هو احسن من النت فصل طبعا، الحمد لله احمدك يا رب. يا رب النت يفصل عن مصر كلها الليله دي بس يا رب، والنبي يا رب، عشان ما يشوفش الناس، ما تشوفش الكذب اللي بيحصل ده. انا اللي خايفه منه ناس شريعه بس. فهوب احمد كل اللي قدر يعمله نجمع 10000 جنيه. وساعتها بقى كنا لسه في يعني في 2010. في 2010 فانا خدت ال10 وسبت ال2000. هزار بقى. فرح اتجوزني. لا قبل ما اتجوزها، انا قبل ما اتجوزها اتجوزت عليها على فكره، يعني قبل ما اتجوزها اتجوزت عليها. فرح وداني على فكره الناس دي لو اتفرجت علينا تاني والله العظيم فرح وداني عند بتاع الاساس المستعمل اللي على الكوبري. مستعمل اللي على الكوبري. ها هو فاتح فوق الكوبري كده جنب بتاع العصير. كملي يا استاذه كملي. كفايه تمثيل بقى، انزلي من على المسرح. والله عندك حق يا استاذه. مين؟ لوده. قال له الست دي ابوها وامها محبوسين وعايزين نجوزها ونسطرها باقل حاجه. واخواتها كلهم كانوا في الجيش. ما عنديش اخوات، احنا 5 بس ما عنديش ولا اخ غيري. ايوه هم 5 بس ما عندهاش اخوات. لا اله الا الله. فراح ايه جاب لي بوتاجاز مستعمل وغساله مستعمله وكله مستعمل في مستعمل. انا راضيه والله. وبعد ما جبنا الغساله لقينا الحله بتاعتها مخرومه من تحت. غسلت عليها واتكهربت. وماتت 3 مرات قبل كده. خلي بالكوا دي اللي قاعده جنبي دي ماتت قبل كده 3 مرات. بس دي حلاوه روح. بس اخر مره والله العظيم احنا طالعين بنتعامل معاكم بشخصيتنا. يعني احنا كده دي طبيعتنا. حاضر يا خلود حاضر. يا جماعه انا اتجوزت احسن جوازه. اتعمل لي فرح. دي الحقيقه بقى. دي الحقيقه. بس سجلوا الكلام اللي هيتقال دلوقتي بقى. يلا كملي يا استاذ.
مفيش منه الكلام ده خالص. لان انا ساكنه في بيت ابويا وامي. ايوه فهم هيطلعوا يضربونا دلوقتي. اتجوزت احسن جوازه واتعاملت احسن معامله واتجهزت احسن جهاز. مفيش منه الكلام ده يا جماعه، كله هزار في هزار والله. بس احنا طالعين نقلش عليكم تمام، لان موضوع هبه ده خانقني وحياه ربنا. بالنسبه بقى للبنات اللي جت سالتني، كذا بنت لقيتها عامله كومنت. ما هي بتمثل اهي، ما هي مش محتاجين مسرح، احنا بيتنا مسرح لوحده اصلا. انا عايزه اقول لك ان انا لما بتخانق انا وهو بيقف كده شويه. يعني انت دلوقتي بتتخانقي بجد ولا ايه؟ بيفضل واقف والله، والله اللي هو إيه؟ طيب ماشي، يعني انت دلوقتي بتتكلمي بجد ولا بتمثلي؟ ده بقت طبيعتي انا واحده تمام. كذا بنت لقيتها بتسالني بتقولي يا ركا هو ايه الموضوع اللي انت بتتكلمي عليه؟ يا جماعه موضوع هبه اللي مكتسح السوشيال ميديا، هبه السيد اللي طلعت اتكلمت على اولادها. يا جماعه الموضوع ده وحش قوي والله، وحش قوي، اقسم بجلاله الله وحش قوي. استنوا بس هاجي اكمل معاكم. ايه اللي طلعك؟ سيبها خلاص، مش لازم تدخلها هي الطول، هي عارفه مكانها. لا ادخل جوه، عشان اللي انا هقوله ما ينفعش تسمعه. يلا. البنت ديت طلعت شهرت بولادها، البنات اللي ما تعرفش ايه الحوار، طلعت شهرت بولادها، طلعت فضحت ولادها. اقفل الباب يا ادم. طيب انا هدخل لك دلوقتي على الرسائل يا مجدي، ماشي؟ انا هدخل اكلمك دلوقتي حالا واللايف شغال عادي. طب خلاص خش يا باشا. لا انا هكلمه كتابه. اوكي. فضحت اولادها فضيحه وحشه جدا جدا، فضيحه. يعني احنا بيتهيألي كلنا امهات، بيتهيألي في ابهات كتير قوي بتتفرج علينا. ينفع ام تطلع تشهر بولادها وتقول اقذر الكلام عليهم؟ هي ما ينفعش تتكلم عن ولادها كده حتى لو عمل بالظبط. هو ده اللي احنا بنقوله، حتى بالظبط. لو عملوا كده ما ينفعش، حق بيهم، ما ينفعش. يعني استر لك لو رحتي خدتيهم من ايديهم كده وبلغتي عنهم الحكومه. في الديره اهو، بصي في الديره اهو. ده في مثل زمان كان بيتقال عن الام اللي هو بدع عليه بدع على ابني واكره اللي يقول امين. ايوه. واللي يقول لابني كلمه حلوه كانه نزل تمره في بطني ولا تمره في حلقي او حلوه في حلقي، حاجه زي كده. ميشو مالك؟ طيب بيدور على كراميلا، افتح له النور. لا افتح له النور، كراميلا جوه، افتح له النور كده. بيدور على كراميلا. هو عايز كراميلا، دخله الكراميلا. جوزك مرتبط؟ لا للاسف مش مرتبط، بدور له على عروسه. دي واحده داخله تهزر. ايوه ما انا بدور لك على عروسه يا قلبي. هلو يا جماعه. مش انا قلت ما ينفعش طب احنا نجيب ميشو. طب سيبه هو هيدخل. يلا يلا عشان بتكلم مع الناس عيب. ف طلعتي اتكلمتي عن اولادك اقذر الكلام. اقسم بالله انا لو مكانك، بعد الشر عني، بعيد الشر عني تمام، ما هو الولد بيطلع على مطلوع ابوه وامه. طب ابعت لي يا استاذ مجدي عشان مش عارف اوصل لك. يا زكيه، العيل بيطلع على تربيه ابوه وامه، على مطلوع ابوه وامه. عيالك طلعوا كده ليه؟ ما هو في مثل بيتقال ايه؟ اقلب البت على فمها تطلع البت لامها. يا زكيه يا اللي ما فكرتيش في الحوار ده، ورايحه تتكلمي تقولي الاخين مع بعض، صعبه قوي. ورايحه تشهدي اختها الصغيره على اختها الكبيره اللي هي مفروض قدوتها. يا زكيه نفسي افهم انت كنتي راكنه مخك ده في انهي رف دولاب عشان تتكلمي بالمنظر ده؟ كنتي راكناه في انهي رف؟ لما طلعتي تقولي كده كان ايه اللي في دماغك؟ اصل الكلام ده مش هيجي مره واحده، ده انت ما شاء الله كلامك كان مترتب. انت طلعتي فيديو 2 و3 و4 كله اسطمبه واحده. يعني انت عارفه انت بتقولي ايه كويس قوي قوي. طلعتي شهرتي بولادك. ماشي ابعت لي يا مجدي، يا استاذ مجدي ابعت لي عشان مش عارف ابعت لك، انت قافل الرسايل. ابعت لي اي حاجه كده وانا هكلمك. حاضر. هو قافله؟ هو فين؟ اهو فين؟ انا دخلت دلوقتي لقيته قافل والله. اهو
بص مفيش رسايل اهو، مفيش، مش هو هيبعت دلوقتي حالا. بالظبط. طب انتي 2 ضاعوا منك، تضيعي ال3 الباقيين والرابع اللي جاي في السكه. انا اللي يعني اللي هختلله حاجه واحده بس، انتي ازاي ام لكل دول؟ انتي لا تصلحي ان تكوني ام، انك تربي اساسا. لا تصل. بصوا، هو المبدأ كان غلط. المبدأ كان غلط في ايه؟ تمام. المبدأ ابراهيم المصري بيقول لك مساء الفل عليك حبيبي يا عم ابراهيم. المبدأ حبيبي. كان غلط في ايه؟ عامل ايه يا حاج؟ فاكر لما كنا بنتفرج على هبه زمان، لما كانت البنت تطلع لها لسانها كان إيه لسانها أصلاً البنت للناس، الصغيرة دي؟ والناس كانوا يقول لا مش صغيره ما هي والله. دلوقتي ما هي دي البنت ما اللي هي بتتكلم دي عليها دلوقتي. كانت البنت يا جماعه تفتح لايف تطلع لسانها لفانزاتها، تقول لهم كلام مش هم حلو. اكيد الناس عارفينها ومتابعينها برضو من زمان. تمام. كانت تطلع تقول كلام وحش قوي، كانت تطلع تترقص قدام الكاميرا، كانت تطلع هي وبنتها يقعدوا يعملوا معرفش ويسقفوا على ايد بعض وكيديهم انت بتعلمي بنتك ايه؟ انا بعلم ابني ما تردش الاساءه بالاساءه. لو حد عاملك معامله وحشه ترد عليه بكلمه واحده، الله يسامحك. بس لو حسيت ان ده هيتمادى فيها وهيخليك انك مش راجل وهيقلل من رجولتك، ابدأ خد حقك في حدود الادب. بس عندي انا ولادي مربياهم على حاجه، لو شتمك ما ينفعش ترد بالشتيمه، كده انت نزلت المستوى، يبقى انت وهو في كادر واحد. شتمتك تاخدها من رب العالمين احسن ما تاخدها من لسانك ويتقال عليك قليل الادب. قال لي ازاي يا ماما؟ قلت له هقول لك ازاي. هو دلوقتي قال لك شتيمه مش كويسه، فانت رديت عليه بنفس الشتيمه، فجي واحد معدي من الشارع قال ايه؟ انتوا الاثنين مش تمام. محترمين. يبقى انت وهو في كادر واحد. هو الراجل اللي قال عليك كده ما شافش الحوار من اوله، بس هو شافك سمعك وانت بس بتشتم. سمعك وانت بتشتم. يبقى ايه؟ يبقى انت يا ادم، انت وصاحبك او انت واللي شتمك في كادر واحد. هيجي حد دلوقتي هيقول لك طب ما انت كده بتعلميه الضعف وبتعلميه ان هو يتنازل عن حقه يا ستي انا عايزه ابني ضعيف. لا هو مش ضعف طبعا، لا. لو هو ضعف من وجهه نظرك كده، انا عايزه ابني ضعيف. لا هي دي تربيه، يعني هي دي يعني في سوء تربيه وفي حسن تربيه. انا اتربيت على كده، بس. هو اتربى على كده. هو اتربى انه ما ياخدش حقه بالاساءه. عمر الاساءه ما كانت حق. اخذ الحق حرفة. حرفه. الحريف اللي يعرف ياخد حقه. خدها صح، خد حقك صح. تاخد حقك مش تغلط نفسك. في فرق ما بين الاتنين. في فرق ان انا لما واحد يشتمني اروح رادد له الشتيمه في الحال، كده انا ما خدتش حقي، كده انا قارنت نفسي ونزلت مستواي لمستواه. بالظبط. انما اخد الحق حرفه. بالظبط. يعني فكر. في كذا كومنت على الفيديوهات بتاعتنا، انتوا ناس هفق، انتوا ناس تافهه، انتوا واتشتمنا شتيمه. ما انا ممكن اخش واقول له ده انت وانت وانت واعمل له وانت احلى بلوك. بس ومش هيلحق يرد على لك الا. هتقولي لا ما هو انت عايزاهم، لا الا كرامتي. احنا يعني هجيبها لكم. انا دلوقتي ماشي في الشارع او شغال في مكاني مثلا في شغل. فعلا يا خلود، انت اللي عيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. بس فعلا. هي كده جبت اللي انا كنت هقوله. والله يا نورهان انا مش مصدقه. لا الاوحش بقى شوفي فيديوهات العيال. يعني خش يا نورهان شوفي فيديوهات العيال. فيديوهات العيال صعبه. حوار، هو متبين ان هو حوار قوي 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 كمان. تمام. ابني لما بيطلع لي من الشارع بيجيب حاجات او الكلام دوت، بيقول لي يا ماما والله ما هتصدقوا. تمام. هيقول لي يا ماما ده الولد اللي تحت شتمني بحرف العين، شتمني بحرف الميم، شتمني بحرف الخاء. بصوا انا علمت ولادي بايه، ما ترددش الشتيمه. انا حبيبه علي تقريبا. والله بصي هقول لك على حاجه، يعني انا مش عارفه اقول ايه. انا اولا ماليش بخت مع اي واحد، انا عشان بجد انا بس يعني الرجاله كلهم مش زي بعض والتربيه كلها مش زي بعض، والله العظيم. انا ما فهمتش. انا حاولت افهم. هو احنا ما فهمناش، انت فهمتي؟
انت قصدك يعني ان الرجاله كلها مش زي بعض والكلام ده؟ بصي هقول لك على حاجه. هو كلنا سواء راجل او ست مفيش حد شبه بصي التاني. انا كنت واخده فكره عن الرجاله، فكره وحشه قوي. الرجاله دول خاينين، الرجاله دول ما يتامنوش. الرجاله 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 الرجاله. بس هقول لك على حاجه، هم صوابعك الخمسه دول في سوا بعض. اوعي تقولي ان انت ما فيكيش عيب. من اعترف بذنبه غفر له كلنا ربه. مليئون بالعيوب. تمام. بس حاجه حلوه قوي لما تحبي الراجل اللي قدامك، خديه على عيبه، بس عيب يتغفر، مش عيب كل ما تشوفيه تبقى حاسه انك عايزه تموتيه. يعني راجل يبقى صعب قوي مش هتستحملي، راجل بسباص مش هتستحملي، راجل مزواج مش هتستحملي، راجل يهين مراته مش امال هتستحملي. هي هتستحمل ايه؟ ما انت كله مش هتستحملي. تمام. فين بقى لا الراجل اللي بتستحملها؟ ما هو انا جايه لك في طب الكلام ما اهو. تجيلي يلا، هقولك. انا مستنيكي اصلا على المحاضره بقى كتير. اولا الراجل اللي هيقل من مراته هي كرامتها من كرامتك. جدع. يوم ما هتقل من مراتك يبقى انت قلت من شأنك قبل ما تقل من مراتك. حصل. والست اللي تتكلم على جوزها كلمة واحدة في ظهره او في وشه تبقى ست مش تمام. الست لازم تصون كرامة جوزها. في مثل بيتقال ايه، اللي يلعبوا اللي هو زي يلعبوا بيها الكورة. فاكره بس مش مجمعه. في مثل اللي هو زي بتاع يتلعب بيه الكورة والكلام دوت. تمام. مش عارفة بصراحة، بس انا عارف المثل. الراجل لازم بس مش يحترم مجمعه. مراته، ما احترمهاش ما ينفعش يبقى يعيشوا مع بعض. انا عايز ادوس على الحاجات دي. حاجات ايه؟ دول اللي في الجنب دول. لا ما تلعبش. استني طيب. هقول لك ليه، لان دي تدوير، ده فلاش، دي مؤثرات. ايوه هي المؤثرات دي عايزين نأثر على الناس. اصبري يا بس. عم ما تاثرش والله، هنقصر. عشان بنتكلم في موضوع مهم. يا ستي يا ابني انت تافه انا ليه كان كده؟ نفسي اطلع درسي. دارس زميل بس. كان نفسي أطلع. استنى عشان في ناس بتتكلم. استنى. طيب. انا لما سمعت كلامك صح، كانت ايوه هتطلع اسرار بيتها مش كويسه. هو اصلا حرام اصلا يعني حرام ان سر البيت يطلع. بصوا انا قبل ما اتجوز انا امي قالت لي كلمه واحده بس، قالت لي انت دخلتي بيت جوزك الباب اتقفل، السر ما يخرجش بره على العتبه. انا عايزه اقول لكم ان انا عايشه في بيت عيله. انا متجوزه بقالي 13 سنه، داخله في ال 13 سنه بالظبط 12. تمام. اقسم بجلاله الله انا ما غضبت يوم واحد، وفي بيت عيله، في بيت اهلي مش اهله، هو ابن خالي. بس الست لما تبقى في بيت اهلها قلبها بيقوى شويه. يا قويه. تمام. يا قويه. اسمع بقى. يا قويه. خلصت كملي. اهو حرق العيش بسببنا يا عم، حقك علينا. قوم شوف له بر فين عندنا. عارف ليه؟ عشان انت ما بعتليش زيتون من عندنا. تدري ليش؟ عشان ما بعتلوش زيتون. ما بعتلي زيتون يا انا يا قاعد مجدي. بخبز عيش. بسم الله الله اكبر. ايوه بقى. ايوه بسم بقى. الله ما شاء الله. ربنا يزيدك يا رب. خلال ال 12 سنه انا ما غضبتش يوم واحد. هل معنى كده ان مفيش مشاكل؟ لا المشاكل في مفيش اكتر منها. مشاكل بعدد شعر راسي. مفيش اكتر من المشاكل. بس اتعودت انا وهو في حاجه واحده بس، انت في اوضه وانا في اوضه. بقوم انا عامله ايه بقى؟ بتاخد الاوضه اللي فيها السرير الكبير وتسيبنا على السرير الصغير. بقوم انا عامله ايه؟ اوف نسيت الموبايل، واقوم داخله فاتحه النور واخده الموبايل. اوف نسيت المشط، واقوم فاتحه النور واخده المشط. هل انا كده بتمحك فيه يعني؟ مفيش منه الكلام ده خالص، ولا فارق معايا نهائي، ولا انت فارقه اصلا. ولا عايزه اصالحه حصل. خالص، ولا بتلكك فيه اساسا نهائي خالص. يعني هو اللي بيجي يصالحني. ايوه. اهو ده الصح بقى. بامانه انا ما بعرفش اقول انا اسفه. ده طبعي فيا. طبعا عشان أبقى نايل أقول ب لكم 60 نيله. اللي يعترف بذنبه يغفر له ربه. انا ما بعرفش اقول انا اسف. هو طبعا منيل. بس هقول لكم على حاجه بقى، الرجال طبعا احنا عارفين ان الرجال، لا ما انا هتكلم شايفك الرجال طبعا قوامون عن النساء. انا اللي ماسك البيت. مش فاهم. انا على فكره بتكلم معاكم عشان الحقيقه مش عشان حاجه، ده كان خطيبي اصلا وانا بتكلم معاكم مش على حاجات بتطلع. تحب تطلعي معانا
مكالمه صوتيه عشان احنا مش فاهمة. فاهمين. طب انت عندك مثلا مشكله عايزه تتكلمي عنها، ولا انت بمجرد فضفضه؟ انا اللي ماسك البيت. وانا ماسك القداحه القداحه. يعني قصده ان هو عنده شقه كده. ايوه زي انا ما بهزر كنت قاعد. انا بمزح معه وهو فاهم عليا. حلوه اللهجه دي. هو انا ليه حاسه ان انت فلسطيني على لبناني على متهجن؟ انا ممكن اكلمهم دلوقتي اردو. اردو؟ كيسه ايه باي كده، انا بقول لك ازيك يا اخويا بالباكستاني او بالهندي بالاردو عموما يعني. كيس هاي بايتي. لا مش كده. اوعى تعلي عليا. كيسه هي باي. كيسه هاي باي. لا كيسه هي. كيسه هي. هات له الكيسه يا ابني. ماشي. يا انا حبيبه علي، لو حابه تتكلمي. انت ممكن تعملي دلوقتي حاجه لطيفه ظريفه. لطيفه لطيفه ظريفه، مش هتطلعي معانا لايف طبعا بوشك صوت. ولا حاجه. لو عايزه تتكلمينا على الماسنجر والناس تعرف المشكله وتحاول تقولك على ارائها وتستفيدي من ارائهم، ما عنديش احنا ما مانع. عندناش مشكله. واي حد، هي دي الفقره اللي انا كنت عايز اعملها اصلا واقترحها من الاول، هي ما ادتنيش فرصه. اي حد حابب ان هو يطلع معانا لايف صوت وصوره ما فيش مشاكل. حد عايز يتصل بينا ماسنجر دلوقتي واحنا على اللايف عنده مشكله وعايز يعرضها على الناس والناس تساعده برضه، احنا ما عندناش مشكله. وكل خميس ان شاء الله كل هنعمل كده. خميس باذن المولى باذن الله هتلاقونا طالعين لايف عشان الناس تعرفنا اكتر واكتر باذن الله. تمام. انا قلت الحوار ده النهارده، الله اعلم بقى ايه بكره ايه. كنت مسافر فين يا ابو ادم؟ انت عرفت من كيسه هي باي ها؟ كان في طب ما انا الإمارات. ممكن اقول لك تيك ايه بقى واقول لك بندره بندره باتشيز على فكره وحاجات دي كتير. خلود صاحبتي، طب ما عادي يعني. ما تعليش عليها. انا مش بعلق. علي على الغريب، ما تعليش على صاحبتي. احمد هقول لك احمد سافر فين. احمد سافر الامارات وسافر الكويت وسافر جده وسافر عمان وسافر السعوديه وسافر جدة دي مش تبع امريكا. السعودية؟ ما انا هقول لك بقى بعلي عليها بقى. يلا بخليك مش لسه قايله صاحبتي وما تعليش عليها؟ خليك ترند يلا. ترنج العيد. وسافر امريكا وسافر لبنان وسافر لندن، سامحني يا رب، وسافر والله العظيم سافر الامارات بس. بابا هذا في كدابه بابا. هذا ما في معلوم اي شيء. هذا في كذب زياده كذب. خش شويه هتوقعيني. هموت منك. ايوه دي كدبت. تعالي نلعب سبت تحدي. ايوه دي كدبت ايه؟ سبت حد 2 3 4. ايه انت عبيطه؟ لسه الجمعه ما جاتش. ما تقوليش كده تاني. طب احمد سيب ايدي جمعه. هو انت ايه ده احنا هنلعب من الاول. انت في ايه؟ انت في علوم؟ هو في علوم، هو في دراسات. انت في معلوم، انا في معلوم. ايه انا في ايه معلوم؟ 1 2 3 4 5 المفروض تقولي بوم 6 كده يلا. 10. مش هلعب معاك انت، مفيش لعب. خلاص يا احمد بقى، ايه التفاهه اللي احنا فيها دي؟ خلاص تعالوا اقعدوا. تعالوا خلاص احنا اتكلمنا في الليل. سمسم ايه؟ سم انت معلوم يا صديقي. ايوه صديقي. يا واد ما هي عايشه فين؟ في الامارات. خلود بتاعي عايشه في الامارات. بلد الحبايب الامارات دي والله. جود بوي. انا جود جيرل. انا جود جيرل. انا جود جيرل. جود كيت. جود دوج. يعني هو جاي يفخم عليك ويقول لك انت قطه تقولي هو كلب. طب جود بي يا نحله. ما النحله بتنقط ايه يا ماما؟ سم طب احنا تعالى. سيبنا الناس على تعالى بقى الهوا. كده. تعالى خلاص بقى. تعالى عشان الناس مش مصدقه ان آسر وجمالات شخصيه واحده. ماشي؟ وخلي كلمهم بالك. بجمالات كده. قال ايه يا جمالات؟ ايه اللي جابك عندنا؟ عايزه اقعد اكل يابا. يابا يا بنتي انت ما بتشبعيش اكل؟ في كشري جوه؟ في كشري؟ هو انت ايه حبيبتي الكشري قوي كده؟ طب طاجن. لا كنت عامله النهارده شوربه وملوخيه وفريك. البات اسر ايه؟ البات الديني. البعت الدين مين؟ مش هديه لحد، هسيبه بكره ناكله. اسر هو دلوقتي بيقول آسر. عسل. عامل ايه؟ قول له الحمد لله يا شبح. احنا دلوقتي بنتكلم بجد. بجد بقى الحمد اسر. لله. ايوه كده استرجع. إيه؟ ايدي وجعتني. انت ناشف ايه؟ يلا. ناشف قوي. مفيش عندك ماسنجر؟ لا في ايه؟ عندي والله ماسنجر. عندي واتساب. يا عم هو بيسأل ابوك انت مالك؟ تاريخم قوي. ايه؟ شيل المخده بس كده من بقك. يا خلاص يا ناس. الله اكبر عسل. عارفه يا خلود انا نفسي اشوفك جدا جدا بجد. صاحبتك ونفسك تشوفيها؟ يا ابني في الامارات. طب ماشي يعني حد ما يشوفش صاحبته. بقالي كتير
كتير وقال ايه بيقولوا صداقه على صداقه. كتير جدا. بمناسبة بس اللي فرحت له بقى ان انا شفت الشروق امبارح هاتي رحتي بجد. بمناسبة الصداقة، يعني طبعا كلنا اكيد عندنا، وبالذات في الفترة ديت يعني عندنا ايه؟ عندنا ذكريات وحشة قوي بسبب الأصدقاء. رايحه فين رايحه فين رايحه فين؟ ايه أكتر ما موقف شاء الله تبارك الرحمن. اتعرضت له أو حبيبتي يا تعرضت وفاء. له من صديقك الصدوق؟ بص هو مبقاش في صداقه لا ما أنا عشان للاسف. هقلب عليهم المواجع. طب عايزة ايه مني؟ بيقول لك ده رقم الواتساب بتاعي. طيب أكلمك. هو اهم حاجه عنده انت. طب عايز ده إيه؟ ماشي. عمال تخربشك. اهم حاجه هي عايزة عنده. تنزل على فكرة. لا عاوزك انت. عايز تنزل. لا. بص أهو. هات لي كراميلا. طيب مشو مش صاحبي. الصداقه بقت في ذمه الله. ايه الموقف اللي مش قادر تنساه لصاحبك او صاحبتك وندمان ان انت صاحبت الشخص دوت؟ سؤال عميق. جماعة سؤال كراميل عميق. عمالة تزن احنا وتقول بنتكلم لكم. احنا بنتكلم سؤال عميق ومحتاج عوامة. لحد ما حد يجاوب. انا بتكلم بقى. لحد ما حد يجاوب. بقى حاجه انا بقيت ماشيه عليها. بقتش في صداقه. تمام. تمام. دخلكوا بالكم. بقاش في صداقه. الصداقه بقت في ذمه الله. تمام. لو انت عندك صديق واثق منه 1,000,000% ان هو صديقك وده عشرة عمرك وواثق فيه ثقة عمياء، اتمسك بيه. اوكي. بس بجد 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 في الزمن ده مبقاش فيه اصدقاء. في وشك بيضحكوا وناس جميلة جدا جدا جدا، في ظهرك اخر قلة ادب. في وشك يكونوا بيقولوا عنك كلام وامثال جميله جدا، وفي ظهرك بيطلعوا فيك القطط الفطسانه. حاجه وحشه قوي. عارفين كلمة من رابع المستحيلات ان الحاجة دي تحصل؟ طب هما ايه التلات مستحيلات اصلا اللي الحاجة دي لو حصلت تبقى رابعهم؟ فعلا يا خلود. فعلا. بصي هو بيتقال كلمه ايه؟ يلعنك يا شده يا اللي بتبيني عدوي من حبيبي. بس هي ما اسمهاش كده. اشكرك يا شده. الشده فعلا بتبين المعادن. بتبينها قوي. انت هتتكلم في الموضوع اللي انا أنا فيه. ده فرحت ان انا مش هتكلم. لان ده ما ينفعش. لا مش هيحصل طبعا. ما ينفعش. انا مش قليل الاصل قوي. ما ينفعش. لان الصداقه ما كنز لا يفنى. بالظبط. ده ميشو ده كلب يا آسر. ما ينفعش كده. آسر خش جوه عشان احنا بنتكلم. انسى. بصوا نزلت. انا من ساعه ما خرجت من دراستي وانا قلت لاحمد كلمه واحده بس. واحده بس. قلت له انا ما عنديش اصدقاء نهائي. هتقدر هي القطه عندك ولد القطط الصغيره؟ ولاد القطط الصغيره؟ لا هم لسه لا هم صغيرين لسه أصلاً. صغننين. دول عندهم 4 شهور لسه. ما كملوش 4 شهور. لا 4 شهور. 5/2 يبقى كام؟ ما يا بنتي شهرين. شهرين؟ 3 3 شهور. خلاص داخلين في الاربعه. لا وانت كبرهم كبر. لا حرام. قلت لاحمد كلمه واحده. قلت له انا ما عنديش اصدقاء. هتقدر تعوضني الجزئيه دي؟ انت قصدك باباهم بابا باباهم ومامتهم. لا انا هم دول بس اللي عندي، الاثنين الصغننين دول. احمد رحب بالفكره وقال لي اعتبريني صديق واخ وحبيب وزوج وكل حاجه. هتصدقوني لو قلت لكم في اسرار الراجل لو عرفها عن مراته، مش اسرار فاحشه يعني، اللي هو غيرة الرجاله بقى والكلام ده. انا لو عطست بقولها لاحمد. وهو جنبي وسامع ايه اللي انا بقوله. تمام. انا لو سامع ودني كل كبيره وكل صغيره جوزي لازم يعرف بيها. ليه بتقولي كده يا روكا؟ هقول لك ليه. إذ فجأة
عادة مثلا واحنا في مكان، في مشوار، في اي حاجة، جوزي عرف بالحوار او الحوار اتفتح قدامي، ليه اطلع صغيرة قدامه؟ طب ما انا لما اقول لجوزي الحوار من الاول واحدة واحدة، واخده على الهادي، واقدر ابسط له الموضوع، لما اتحط في الموقف ده مش هبقى محروجة. ما انا قايله لك، فاهميني؟ الحوار بيبقى احسن والطف، الحوار بيبقى جميل، بيبقى فيه تفاهم، بيبقى فيه ثقه. لما اجي مثلا اقعد في قعده والاقي القعده ديت حد بيغلط في جوزي، لا يا جماعه انا مش قابله، لان انا لو قبلت ان جوزي يتغلط فيه يبقى انا كده بقبل ان انا بقل من جوزي وبهين جوزي. تمام؟ الصداقه مبقاش في صداقه، صدقي جوزك ده هو قد الصداقه، مش قد الصداقه اندكس صغير كده وخرجي فيه كل اللي في قلبك. عارفين ليه؟ لان صاحبتك هتضحك لك وهتفتح لك دراعاتها وهتقول لك تعالي خرجي اللي عندك، قولي كمان خرجتي اسرارك كلها. مع اول وقعه اتفضحتي، مع اول وقعه اتسيح لك بكل حاجه. ليه تحطي صباعك تحت ضرس اي حد؟ ليه؟ مفيش صديق يؤتمن حتى لو كان. مش دي اغنيه اصلا؟ لا، لا، ما في صديق يؤتمن. مفيش صاحب بيتصاحب. لا التانية بتاعت ايه؟ مفيش راجل بقى راجل. اقعد هنا وما تجيش جنبي تاني. اسمعوا مني اندكس، مش هيكلف عليكي باي حاجه. الاستاذ قفشت الاندكسات المحترم كلها كنت انا من وانا بنت عامله اندكس كبير قد الفيل. الاندكس ده مفيش يوم قبل ما انام غير ما اخرج فيه كل يومي واعبر واقول عن اللي مضايقني. كام رقمك الواتس؟ ماشي، ما انا مش هعرف اكتبه على العام كده مش هينفع. يعني انا هكلمك والله بعد يعني هو اللايف. هياخد الرقم، خد الرقم وسجله دلوقتي. ما انا هكلمك والله. طب ما تاخد الرقم وتكلمه دلوقتي على الواتساب. جيت اتجوزت، فضلت في الحوار ده تمام، لسه ما كنتش اعرف جوزي. انا بحبه تمام والدنيا زي الفل، بس الفكره ان انا لسه ما فيش الثقه الكافيه اللي انا اديله فيها اسراري. تمام؟ فضلت مكمله. جيت خلفت ادم تعب جدا جدا جدا، اتحجزت بيه في المستشفى. جيت استاذ وهو بيقلب في الاوراق لقى الاندكس بتاعي، وقعدت اقرا بقى، ما انا قاعد لوحدي في البيت، قعدت اقرا قريت كل حاجه كل اسراري عارفه. طريقه القاء احمد ليا، هو انا كنت كاتبه حاجات عميقه او تخصني. مفيش حد ما عندوش اسرار اذا كانت وحشه او حلوه، بس طريقه القاء احمد ليا هو خدني بالراحه، هو خدني. طب ايه اللي مزعلك؟ طب ايه اللي حصل؟ طب ايه اللي جرى؟ طب خرج كل اللي جوايا. وانا كنت نفسيا متدمره بسبب ان ابني محجوز والكلام ده. كان ادم من ساعه ما اتولد ادم ولادته وحشه جدا لحد وقتنا هذا. ادم لما بيتعب بيسقيني المر بجد. تمام؟ لما شفت احمد بطريقه القائه ليا، طب انا ليه اصاحب اندكس وانا عندي راجل يسوى العالم كله قصدكم؟ بدأت في مرة اديله نبذة صغيرة لقيته قدها. طب اكبر لقيته قدها. طب اكبر لقيته قدها. يبقى اصادق بره ليه وهو قد الصداقة؟ اقسم بالله ما في صديق في الزمن ده. صديقك امك،
واقفل. بعت لك يا مجدي. اتجوزتي لو جوزك قد الثقه وقد انه يسمع مشاكلك ويتفهمها يا احمد، نعم. عمال تهز الترابيزه، ويتفهمها معلش يا ترابيزه. ويراعي شعورك، صدقيه. غير كده لا، مفيش اندكس صغير. لان اللي احنا بنشوفه في الزمن ده عن الصداقه صعبه جدا 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 جدا. انا حاسه ان احنا طولنا عليكم بجد. الناس زهقت مننا، انتوا زهقتوا صح؟ زهقتوا؟ حاسه ان احنا ما اللي خليناكم تملوا. ايوه. بس بجد انا اللي خلاني افتح لايف النهارده حوار هبه كان رخم قوي بالنسبه لي. ده رامز. حوار هبه كان رخم قوي بالنسبه لي، فانا قلت لازم اطلع اتكلم فيه علشان نستشير، يعني نشوف فعلا الحوار معايا انا اللي مزعلني بس ولا مزعل الناس كلها. لا هو كده كده يعني اي حد طبيعي هيزعل من اللي حصل. طبيعي. مش طبيعي مش هيزعل، لان انا شايفه ناس كتير قوي تقول له يا جماعه كبروا دماغكم، يا جماعه ما اعرفش ايه، يا جماعه ما اعرفش ايه. لا، ربنا يستر على ولايانا، ربنا يسترها علينا من غدر الدنيا، ربنا يكفينا شر النفوس السوداء، ربنا يحفظ عيلتنا ويحفظ بيتنا ويحفظ اولادي وجوزي وعيلتي من كل مكروه. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يكون اللايف بتاع النهارده يكون لطيف وخفيف على قلوبكم. قدرنا ما اعتقدش ان هو كان لطيف ولا خفيف اصلا. يعني بصي دي مناظر اصلا يطلعوا لايف. اتكلم عن نفسك. ده منظر يطلع لايف، ده منظر قمر بالستر والرضا بالنسبه لي، مش بالنسبه لحد. تقفل اللايف دلوقتي يا ماما؟ طب كسرين؟ ايه؟ سلم؟ حاضر، لما اجي اقفله هقول لك تقول لهم باي. ماشي؟ اقول لهم هاي. هاي ازاي؟ هاي احنا هنقفل، هتقول لهم هاي ازاي؟ ايوه. طيب ما انا بعمل حاجه بالعكس. ماشي. استنونا كل خميس باذن الله ان كان لينا عمر. وممكن تلاقونا في نص الاسبوع كده نطين كده بس عشان شغلك. مش عارف. فسيبوها على الله. واللي عنده افكار لفيديوهات يقولها لنا هنعملها لكم. ويا جماعه الفيديوهات اللي احنا بنعملها كلها دي من المجتمع، احنا مش بنقدم حاجه من عندنا، احنا بنقدم حاجات من المجتمع. ويا رب نكون قدمنا النهارده المعلومه ببساطه وقدرتوا انتوا تستوعبوا وكنا خفاف على قلوبكم. يلا كلهم باي. هاي. معلش. تصبحوا على خير. باي باي. ايه؟ شكلي جيت متاخر. لا انت جيتي واحنا بنقفل. انا سايبه اللايف يا مها حبيبه قلبي. باي.